ايه ده؟ ابنك بقى سنه وشهرين وجايه كمان تدي لسه الببرونه بياخدها؟ كلمه جد. انا مش لاقي كلام اقوله. يعني نداء الى الحاجه اللي كانت جايه وجايبه الببرونه وملياها 180 مللي لبن لعيل زي الشحط عنده سنه ونص، وتقول لي اصل انا لسه بديله ببرونه. هل تعلمي ان انا اسمي هاني عصام خالي العيال خسرت طلع حديث الولاده وقاعد لك بالمرصاد بيقول لحضرتك ركز كده، الببرونه عشان خاطر ظرف موجود عند حضرتك، يا بتعصري اللبن وهتعينيه وتحطيه في الثلاجه، لكن اللي هتخزنيه في الفريزر هات اكياس التخزين. يبقى دي الاولانيه. او هتدي لبن صناعي او عيالك في الحضانه وتوصلي له اللبن، او انت عندك مشكله او ان انت عندك اضرار لبن بزياده فبتعصري تحطي في باب الثلاجه او تحت الفريزر عشان تخلصيه. بنقول ان حضرتك ما حبكش قوي ان انت تقولي اصل انا لازم اجيب يا ايفنت يا شيكو. حضرتك بصي هاتي من تحت واطلعي فوق. يعني من اول ايه؟ كان في حاجات كده اللي هو رنا ورشا، وبعد كده تخش في النص تلاقي بابلز، وبعد كده انا جايب واحده اسمها رشا. الببرونه مش حاجه ثانيه. المهم خير اللهم اجعله خير. الببرونه الثانيه اللي عندي اللي هي رشا ديت انا بعمل بيها شغل جامد قوي، اللي هو ايه؟ بعاير بيها لان المؤشر مكتوب عليها. كنت بعمل بيها اعشاب بس مش انا اللي برضه عاملها. عملتها لفتره من الفترات علشان خاطر كان في حاجه ما، منتج ما كنت بتكلم عنه، فكان لازم اجرب الدرجات بتاعه الذوبان بتاعه. فالفكره كلها اللي يجي يكلمني ايه ده يا دكتور انت بني ادم شحط ومعاك ببرونه؟ بعمل عليها تيست. هتهزر ولا ايه؟ وبعديها بقى كمان لما بطلع فيديوهات وبشتغل فبروح اعملها. طب انا واحد من الناس دي شغلتي ان انا بتعلم في الكلام ده. طيب انت جبت اللبن والببرونه ليه؟ علشان خاطر اللي بقول لك عليه. 4 اسئله او 5 اسئله لازم نجاوب بيهم نفسنا بسرعه جامد جدا 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 عشان خاطر انا ابتديت اسحب. بس اوعي تقلب الفيديو. استنى بالراحه كده. الناس مخلي العيال الغلس اللي طول النهار قاعد عمال اتكلم وكل ما تيجي تفتح الموبايل تلاقيني في وشك. بيقول لك رقم 1 الببرونه عشان خاطر تغسليها بميه وصابون من العادي بتاعنا بميه سخنه، وبعد ما تخلصيها تروح قلبها وحطها تنشف. لازم يبقى عندك ببرونتين علشان خاطر في واحده ناشفه وفي واحده بتستهلكيها. الببرونه مش لازم موضوع الغلو علشان خاطر مش الواو. الازاز افضل من البلاستيك. تنفع تدخل الميكروويف هتلاقي موجود عليها علامه 5. اللبن او السوائل اللي موجوده جوه الببرونه ما تنفعش تدخل الميكروويف. الناس بتجيب الميكروويف عشان خاطر تقول لك اصل احنا هنعقم فيه، فهي ملهاش علاقه بالتعقيم. المجموعه بتاعت ايفنت اللي بتتجاب بالمعقم بتاعها اللي هو بيعمل السانيتايزيشن ولا السترلايزر ولا فاكر اسمه، المهم يعني اللي هو بتاع التعقيم بتاع الببرونات ده ممكن استخدمه علشان خاطر مبتسر لسه طالع من الحضانه تعبان. ده حاجه. الببرونه اللبن ممكن اجمع فيه اللبن المتعصر او اللبن المتشفط. المتعصر الام بتعمله بايديها، والمتشفط بالبريس بامب اللي هو مكنه الشفط اليدوي سواء كان يدوي ولا كهرباء. يبقى ده اللي خلصناه. والمكنات والكلام ده كله كتير جدا جدا، وفي حاجات جديده واصله اليومين دول ان هو عباره عن حاجه بتفتح فتحه كده وتروح حاطها وتروح قافل عليه وخلصت على كده وبتجمع لبن. فلو انت عايزه تحطي الكلام ده في دماغك من غير حلفان هتبقى اشطر من اي تفكير ومن اي بني ادمه غلسه تقول لك ايه ده؟ هو انت هتشفطي اللبن ليه؟ هو انت فاكره نفسك ايه؟ اطلع بره. المهم يعني الببرونه اول حاجه بتتغير كل قد ايه؟ طول ما هي نظيفه ما تتغيرش. الحلمات من 3 ل 6 شهور ممكن تتغير. كان في الربر القديمه اللي هي شيكو دي، اول ما تلاقيها بتلزق في خلال 3 ل 6 شهور تشيليها وترميها. الشفافه السيليكون البيضاء عادي خالص، بس المهم انها لو غيرت لون تشيليها وتغيرها برده من 3 ل 6 شهور. موضوع ان احنا بنغير الحلمات من حجم صغير لحجم كبير والكلام ده كله هتلاقي الاعمار بتاعتها، ولكن مش كل عيل. يعني دايما بنقولها كده، يقول لك ايه اصل دي اول 3 شهور ودي من 6 شهور الوسطانيين ودي اخر السنه ودي ما اعرفش من بعد ما قبل ما حوالين السنه. احب اقول لحضرتك ممكن عيل يبقى عملاق عنده شهرين وتلاقيه جسمه قد جسم عيل عنده 9 شهور او سنه شبه ابوه وامه. فلما تيجي حاجه زي كده ما تقوليش اصل انا هجيب له الببرونه بتاعت الشهرين، لا حضرتك هات الببرونه اللي تتوافق معاه. مفيش حاجه اسمها تجيب الدبوس من شعرك وتروحي مسخناه وتروحي مسحه خرم الببرونه لان ابنك ساعتها هيشنق ولسه يشرق هيشنق وتطلع روح. بيقول لحضرتك الببرونه عشان خاطر حاجه اسمها التباس الحلمات. التباس 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 يا عالم. يعني التباس يعني بني ادم يلخبط. انا دلوقتي شربت كوبايه شاي دي انا حصل عندي لبس، هو ده شاي ولا بن صايص؟ خدت بالك؟ هو ده الالتباس اللي عند العيل الصغير اللي هو هي دي ماما ولا دي الحلمه. فهو العيل هيتعود على اللي بتكب في بقه، فاللي بتكب في بقه الببرونه مش ماما. فبيقول لحضرتك لو انت ما عندكيش ظرف يبقى ما فيش لبن
او مفيش ببرونه تقرب، لا ببرونه ولا تيتينا اللي هو بيسموها نو نيبل، يعني مفيش اي حاجه حلمه تدخل لبق العيل الصغير غير حلمه مامته، حتى لو كانت مسح عايزه تدخلي لبن صناعي جهزي في الببرونه، لكن تسحبي بسرنجه وقطري في بق العيل الصغير. وكان في حاجه تبع ميديلا اللي هو عبوه كونتينر كده والناس نازله بخرطوم وبتلزق على صدر الام، اللي بنعلمها وضعيات الرضاعه الطبيعيه مع اقرب استشاره الرضاعه الطبيعيه بالنسبه لك. حلو. طيب الببرونه تتغسل بايه؟ تتغسل بالميه والصابون اللي معانا عادي خالص وننضفها، ندخلها غساله الاطباق. طب هل ليها مسحوق صابون لوحده؟ ان قدرتي اهلا وسهلا، ما قدرتيش يبقى اشطفيها بميه كويس، وبعد ما تشطفيها بتروحي بص عليها كده من فوق وتسيبيها لحد ما تنشف، وتعملي حسابك ان انا بسيبها تنشف عشان خاطر ابدل. بيقول لحضرتك طب انا اروح اجيب الغالي ولا اجيب الرخيصه؟ هات المتوسط. اشمعنى؟ علشان خاطر لازم ناخد بالنا من الحوار ده، علشان خاطر انا هجيب اكتر من واحده لان لازم كله يبقى ناشف. فلو انت حضرتك جبتي واحده والثانيه لسه ما ظبطتش والثالثه لسه ما ظبطتش يبقى ما ينفعش. يحضرني واحده لذيذه في مره من المرات، كانت اول ما سمعت ان الببرونه تتعقم كانت تجيب الببرونه وتحطها في حله الميه وتسيبها تغلي، تاخد لها غلوتين محترمين لحد ما الحله تنشف، ويقول لك اصل كنت بعقم الببرونه. احب اقول لحضرتك الغسله بميه وصابون تنضفها وتنشفها وتظبطها زي الفل. هتقولي لي بتاع المواعين يا ستي، هقول لك ان اتوجد وانت بره مصر ان اتوجد الصابونه اللي هي اقل في تحسس بالنسبه للعيال الصغيرين اللي بتستخدم في الغسيل، اهلا وسهلا. طب اعقمها ازاي؟ كل يومين، كل 3، كل اسبوع، طالما حضرتك نظيفه وبتعرفي تنضفي الحلمه كويس، تعرفي التنيات اللي حوالين الببرونه من جوه ومن بره بتعرفي تغسليها كويس، وان الببرونه اللي موجوده مع حضرتك ازاز او انت ما بتشوفيه بواقي قله نظافه وبواقي لبن، وان انت بعد ما عيلك بيخلص الرضعه بتروح واخده الببرونه ان شاء الله حاطه تصفيها بشويه ميه وترميها على جنب، فما بعد ذلك ان هو بتشيلي بواقي اللبن وبعدين بتغسليه. هرجع سيكا بيقول لحضرتك دلوقتي موضوع ان الببرونه لو هتيجي تسخني اللبن فيها، بنسخن حاجه جميله قوي خالص، يا اما تسخنيه تحت الحنفيه وتعملي كده، مش حاجه اسمها برج كده لان ده كده مش مظبوط، يبقى انا برج بالراحه. وفي نقطه من ضمن النكت اللي احنا بنقعد نقولها للناس، هو انا بحب ادفي اللبن اللي طالع من الثلاجه يا دكتور اعمل ايه؟ بروح قايل لهم حطيه تحت بطن في قفر الراجل معلش بالكلمه يا اما تحت بط تيتا، يا اما تحت خمار تيتا، يا اما حضرتك تحطيه في جيبك وتدي لنفسك فرصه لحد ما ياخد درجه الحراره وبعدين اديه لعيالك الصغير سواء كان اللبن الطبيعي ولا اللبن الصناعي. بناكد الببرونه اوعي تسيبي فيها بواقي لبن، وتسيبي فيها بواقي لبن وتسحبي كده وتنسي زي ما انت بتسيبي المواعين لحد اخر اليوم تحت اي حجه، لان ببساطه جدا اللبن اللي هيتبهدل وهيلزق ده بتبقى مضطريه بقى ان احنا هنغسل ونعقم وننظف وممكن ندخل في غساله الاطباق. السؤال اسخن لبن في الميكرويف؟ لا. ليه يا دكتور؟ علشان خاطر في حاجه مهمه جدا الناس مش متخيله. انا الكوبايه الميكرويف لما بيسخن هيسخن دي ما يسخنش دي، هيسخن دي ما يسخنش دي، اللي هو بيسموها بوينت اوف هيتنج. البوينت اوف هيتنج ديت نقط مختلفه، فممكن رضعه اللبن لما تيجي تسخن هتسخن منطقه والمنطقه الثانيه لا، فعيلك لما يجي يشرب منها هتقولي مثلا دخلتها الميكرويف سخنتها 30 ثانيه وسخن، فيسخن حبه وحبه لا، فيجي عيلك يشربهم يتلسع من السخن والبارد ما يستفدش منه ويتضايق ويسخن. فاحنا ببساطه جدا انا بقى لما بحب اتذاكى في الليله دي مشيت سخنت في الميكرويف وحصل ما حصلش حاجه، طب ما انا بعديها انت سبتها 10 دقايق ولا ربع ساعه لما جبتي حماده وصحتيه وقعدت تلعبي في وشه وفي قفاه على ما قام بقى اللبن كله خد درجه حراره واحده. بس بلاش الحته دي علشان خاطر اللي بيشغل دماغه على حاجات اوريدي شغاله وهو رايه لوحده قدام اراء ناس كتيره شغاله على الموضوع دوت وقتلت بحثا، فما تجيش انت تطلع لي كده وتقول لي انا شايف انك تطلع بره ما تتكلمش كتير، اتعلم الصح وريح دماغك. معلش مش مطلوب منك التفاصيل، اعرف وارتاح علشان خاطر تبتدي من الاخر، مش تبتدي من الاول وتقعد تدقدق وتخيب وتوقع الدنيا وتبهدلها. الببرونه الازاز احسن، اللي عليها علامه 5 ده الصح، اللي ما عليهاش حاجات مش نظيفه صح. النظافه بالميه وصابون حلو، دخول غساله الاطباق زي الفل، بس في نقطه في غسالات الاطباق اللي هو كده انت هتجيبي اللي هو اريال بتاع غسالات الاطباق وبتدخلي قرص واحد وبتعمليه في الدور بتاع العيال الصغيرين اللي هو بتاع الغسيل وتحطيها تتغسل معاه، ولكن بتكتشفي ان بعدها بتيجي تبصي تلاقيها غيرت لون، هتضطري بقى بعدها تروحي شايلاها وهي لسه بخارها كده متعقمه تغسليها قبل ما تديها للعيل الصغير كمان. ليه؟ لان انا ما اضمنش اللي موجود فيها. ساعتها لو حصل كده ممكن تسالي التوكيل بتاعها علشان خاطر يقول لك هي لازم الحاجه دي تطلع انها نظيفه وبتبرق كده زي اللي بيضحك علينا بيه ويطلع في الاعلانات، بتطلع الكريستال بيلمع، ولا بتطلع الكوبايه عليها بواقي صابون وما اعرفش عليها بواقي ايه والبخار جاي على حته وحته ثانيه. لا.
المقصد من الفيديو، الببرونه زيها زي اي حاجه في حياتنا، لو زادت عن حدها مالها بتبوظ الدنيا. زي كوبايه الشاي دي، لو دي كوبايه الشاي الثانيه ماشي، لكن لو السته ما انت بتستهبل. هو ده نفس الكلام. اللبن في الببرونه بالنسبه للعيال الصغيرين، الببرونه ذات نفسها النبل اللي داخله بق العيال الصغيره ديت قبل سنه وشهرين تكوني خلصانه منه. اشمعنى يا دكتور؟ ده النبل ما بينامش غير عليه. حضرتك علشان خاطر حاجتين، يا اما هتبهدل له اللثه بتاعته من فوق، يا اما هيعتبرها لعبه وسكاته بالنسبه له، يا اما هتعتبر وهو متعصب عايز ياخدها، يا اما لو عايز ينام ياخدها وتفضل في بقه فتره طويله فتعمل لك حاجه اسمها تسوس الرضع. يعني اللبن او العصير اللي موجود فيها من جوه يخلي السنان يا تبيض يا تصفر يا تتاكل، وبالتالي يحتاج انها تتحشي حشو عصب. واللي يقول لي غير كده حشو عصب تحت بنج، واللي يقول لك غير كده قولي له انا رايح لدكتور سنان. ما بسمعش حد ما بيفهمش. وخد راي واحد واثنين وثلاثه كمان. لسان اطفال مش لسان عاده، عشان خاطر لسان العاده مع احترامنا له يعني هو في شغله بقى، لكن الاسنان الاطفال يعني ربنا يعينه ويعين مرارته على اللي بيتعمل فيها، من لان العيال الصغيرين بيبقوا عصبيين في التعامل معاهم، واهلهم متعصبين اكتر منهم كمان. الله يكون في عون الجميع، يعني يكون في عوننا احنا كمان اللي بيتعمل فيه. طيب كميه اللبن بقى اللي تدخل للعيال الصغيرين من الاخر ما تزيدش عن مرتين لثلاثه بالكتير خالص، المره 100 120. اكتر من كده يبقى انت بتدوا عيالنا ورا الشمس وتجيبوا لهم صوت غذائيه، ترجعوا تقولوا هم العيال متبهدلين ليه؟ حتى لو انتوا بتصرفوا عليهم بتجيبوا لهم اغلى حاجه في الدنيا. افهم الصح، اشتغل صح، وتعلم صح، واعرف وربي عيالك على الصح، وتابع خالي العيال واكتب كومنتك وقول لي انت فهمت ايه من الفيديو ده. سلام عليكم.